سورة الأحزاب نزلت قبل سورة التحريم. بسورة التحريم آية 4 يقول الله سبحانه وتعالى: وأن تبتما إلى الله فقد صغت قلوبكما. هاي الآية نزلت بحق عائشة وحفصة. هل القرآن متناقض ليذهب الرجس عن عائشة في البداية ثم يرجع يقول هي صغى قلبها ومات؟ طيب ماشي، جميل قوي. شيل السيدة عائشة وشيل السيدة حفصة، أم سلمة تدخل في الآية؟ لا. يا أي آية؟ الآية إنما يريد، زي ما أنت حضرتك بتقولها، إنما يريد، تدخل فيها أم سلمة والسيدة ميمونة؟ الآن أنا أناقش شيخ وليد. الآن أنا أدخل في المعتقد السني، جاي أناقشك، جاي أنا أقول لك سألتك سؤال جميع دلوقتي، النساء. أنت تقول القرآن، دخلت اسمعني، أنت تقول القرآن متناقض، ليه؟ لأن السيدة عائشة والسيدة حفصة أخطأوا، فمش معقول القرآن متناقض. لا. شلنا السيدة عائشة وشلنا السيدة حفصة، هل السيدة ميمونة والسيدة أم سلمة يدخلن في إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت؟ الآن سؤالي واضح. أنا الآن روح احنا يا مو ابني، روح سؤالنا روح على اتعلم السيدة يا ابني وتعالى، روح اتعلم، حاول تتمرس شوية، حاول تتمرس شوية، تمرس شوية. فكركم كله في السيدة عائشة والسيدة حفصة. اديني جبت لك ام سلمة والسيدة ميمونة، ما عملوش حاجة.